تعرف ان اول بج حصلت في تاريخ الكمبيوتر كانت حشرة حقيقية؟ طبعا انت متفاجئ دلوقتي، بس دي الحقيقة. في قصة مشهورة جدا عن موضوع البج دي هنحكيها، بس قبل ما نحكيها خلينا نقول يعني ايه اصلا كلمة بج. كلمة بج دي من المصطلحات الشائعة جدا في عالم السوفت وير والهاردوير. معناها ان في عطل معين في الكمبيوتر او في برنامج معين. القصة بتقول ان لقوا سجل كده لوج مكتوب فيه ان اول تدوينه لحشره حقيقيه سببت مشكله في كمبيوتر. طب ايه هو الكمبيوتر ده؟ الكمبيوتر ده كان اسمه مارك هارفارد 2. تمام، ده كمبيوتر كده عملاق ايام ستك. ما كانش بالاحجام اللي احنا بنتخيلها دلوقتي، لا ده كان بيبقى في اوضه وكده. فاللي حصل ان كانت مجموعه من الكمبيوترز انجينير دول كانوا شغالين على الجهاز ده، وفجاه حصلت مشكله. دخلوا يبحثوا عن المشكله دي، فتلاقوا ان في بج او حشره محشوره في ريلي معين. طبعا يحلوا المشكله من سكات، ولا لازم يفضحوا الدنيا، فقاموا جايبين اللوج السجل بتاعهم زي دلوقتي مثلا عندنا اللوج بيبقى في داتابيز او فايل او حاجه، وقاموا كاتبين لازقين الحشره دي حقيقي في اللوج ده، وكتبوا ان first actual case for the bug. طبعا احنا مش فاهمين هم كانوا يقصدوا ايه. هل يقصدوا مثلا ان دي اول مشكله يحلوها؟ بس انتوا عارفين المهندسين بيبقى دمهم خفيف. هم كانوا قاصدين يضحكونا ان دي اول حاله يقابلوها لحشره حقيقيه. فمن هنا اتسمت كل المشاكل اللي بتقابلنا كلمة بج. اللي كتب الحكاية دي كلها كانت واحدة اسمها جريس هوبر. دي كانت واحدة عالمة في الكمبيوتر، وفي نفس الوقت كانت واحدة بتعرف تحكي بشكل كويس جدا. بقى هل دي أول استخدام لكلمة بج بشكل حقيقي؟ لا، احنا لقينا ان في ابحاث لتوماس اديسون مستخدم فيها كلمة بج. طيب الابحاث بتاعه توماس اديسون دي كانت موجودة من قد ايه؟ قبل الموضوع بتاع الحشرة ده او البج دي ب70 سنة. طيب دلوقتي مين اللي اخترع كلمة بج دي؟ توماس اديسون ولا الناس اللي لقوا البج دي حقيقي في الكمبيوتر؟ لا، هي مستخدمة في توماس اديسون قبل كده، بس هو كان يقصد بيها المشاكل وبشكل حقيقي. لكن التانيين دول هم حبوا يضحكونا، ومع الوقت بقى تحولت كلمة بج دي من موضوع بيضحك او موضوع يتسجل بشكل مضحك، لان هو بقى الكلمة الفعلية اللي مستخدمة دلوقتي لحد يومنا هذا ان هي كلمة بج، معناها كلمة عطل. بس كده هي دي الحدوتة بتاعت كلمة بج.